لماذا كانت موقعة بدر في رمضان؟ شهر رمضان شهر انكسار وانتصار، انتصار الإنسان على نفسه وانكسار الإنسان إلى الله، ومن هنا تتأتى عوامل النصر. يعني الانتصار مترتب على الانكسار، انكسار في انكسار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، انتصروا على أنفسهم فصارت نفوسهم في ذل الخضوع إلى الله، وانتصروا على غيرهم بانتصارهم على شهواته. إذا الإنسان انتصر على نفسه وعاش في مقام الروح كان رميته بالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أناب إليه واحتمى فناب عنه ورمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ماذا نتعلم من هذه الآية الكريمة؟ حسن التوكل على الله. في توكل وفي حسن التوكل. التوكل إن أنا أسيبها على الله وممكن أكسب. طب حسن التوكل، أبدان تعمل وقلوب تثق فتتوكل. ما كان ممكن يتوكلوا على الله بأنهم يقعدوا في البيوت ويقولوا ربنا هينزل مطر من نار يحرق الناس اللي جايانا دي، ما احنا عايزين كرامة. طب مش ده كان ممكن؟ ممكن. اللي بيرمي بإيد ربنا مش قادر يرميهم بدعوة كده تحرق عليهم بيوتهم. ولقد نصركم الله ببدر، المكان وبدر المكين. إيه المكان وإيه المكين؟ المكان منطقة بدر، والمكين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.